السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومعلومة جديدة. النهاردة بإذن الله هشرح لك طريقة عمل الفيلا الحرة ديت. لو هتشتغل على أعماق مثلا معاك لو هتشتغل انت الفيلا العادية بتجيب متر اتنين تلاتة على حسب طول العود. الفيلا الحرة ممكن تشتغل على 10 متر، 5 متر، 20 متر، على حسب الدور اللي انت قاعد عليه. على حسب الدور اللي انت قاعد عليه وترفع الفيلا بتاعتك. تمام. أول حاجة هنعملها دوت الخيط الأساسي اللي جاي من المكنة. تمام، ده الخيط الأساسي اللي جاي من المكنة أهو. تمام، واضح كده. أول حاجة هنعملها إيه؟ الكيس الحباسات دوت بيتباع في أي محل أدوات صيد. أي محل أدوات صيد بتقول له عايز الاقي الحباسة بتاعة الفلة الحرة. تمام. دول اتنين كنت حاططهم في بعض، بتكون بالشكل ده. قبل ما تيجي تعمل الفلة الحرة لازم تتأكد من العود بتاعك إن دبلة اللبلوب الفلة أو الحباسة دي تعدي منها. يعني ديت جرب، هي باينة أوي، المقاس معروف أهو. الدبلة إيه واسعة إن هي تعدي الفلة الحر. تمام أهي، باينة أوي الدبلة بتاع اللبلوب واسعة جدا. لو الدبلة بتاعت اللبلوب ضيقة غيرها وهات واحدة ال- الحباسة تعدي منها. تمام. أول حاجة هنمسك الخيط الأساسي أهو اللي جاي من العود، الطرف بتاعه هناخد واحدة كده، السلكة اهي ندخلها منها. تمام. أنا ماسك اهو واشد الحباسة ادخلها جوه الخيط الأساسي. دي أول طريقة، أول حاجة هنعملها. تمام، عد تاني، دخلت في الخيط الأساسي. بعد كده هجيب خرزة. الخرز ده في أي حاجة قديمة عندك، عند أي ترزي، هدخل الخرزة بتاعتي واتأكد إن هي الفلة ما تعديش منها. تمام، هجيب الفلة بتاعتي واركبها. الفلة دي قبل ما أي فلة بجيبها بعملها الأول، لو تاخد بالك الكاوتشة دي اللي معمولة على الشفاطة، الشفاطة جوايا، الكاوتشة دي اللي بتيجي مع الفوسفور. أي فلة بشغلها فلة حرة أو الفلة عادية عامة يعني بتاعتي اللي أنا بشتغل بيها، بجهزها الأول. بحط الكاوتشة دي هنا والكاوتشة دي هنا. ودي فايدتها ايه؟ بتحافظ على الشفاطة ان هي ما تتقطعش او الخيط يقطعها. الكاوتشة دي محملة شوية. الخيط دوت مع الرمي، سواء الخيط البريد او الخيط البلاستيك النايلون، بيقطع الشفاطة وتفضل تغير غمازات كل شوية. لا، عشان تحافظ على الغماز بتاعك لازم انت الكاوتشة دي تحطها عليها وبنقطة امير وتثبتها. لو عايزين فيديو للكلام دوت وانا بعملها بجهزها اكتبوا لي في التعليقات وانا إيه اعملها لكم، اعمل لكم فيديو ليها. تمام، عشان ما اطولش عليكم. بدخل الفله بتاعتي اهي. تمام. بعد كده بدخل الرصاص. الغماز ده انا وزن الرصاص عليه موزون. الغماز ده كبير شويه عشان اشغله على الميه الحاميه. الميه الحاميه انا بشتغل عامه ببليتين، وفي ادوار معينه للسمك. لو هنزل على سمك تقيل بكبر الغماز وبكبر التقال بحيث ان هو يبقى ماشي مع سرعه الميه، بدل ما اشتغل حداف ويشبك كل شويه. لا، بعمل الخايه بتاعتي، الحته اللي احنا كنا تانيينها دي نتخلص منها عشان ما تضعفش الخيط. تمام. واعمل الخايه بتاعتي. في صيادين ممكن تشتغل بخايه وفي صياد ممكن يشتغل بمدور. انا ساعات بشتغل بمدور على حسب نوع الطعم اللي انا شغال بيه، وساعات بشتغل بالخايه. يعني معظم صيدي بالخايه، انما المدور لحالات معينه بس على حسب الدور هيشتغل ازاي.
ساعات السمك بيخش على المدور علشان بيلمع بدل ما يخش على الطعم. الاسماك اللي هي المهاجمه او الاسماك اللي بتخش مع الرياكشن بتاع المدور مع الميه السريعه. تمام. ادي الخايه اهي اللي بيركب فيها الوش، اللي هو السناره اللي انت بتصطاد بيه، الرصاص، الماس، ادي الخرزه، وادي الحباسه بتاعتك. انت هتطول الوش بتاعك. تمام. على الطول اللي انت عايزه، متر، اتنين، تلاتة، 10، 20. تمام. هتفضل اول ما هترمي رصاصة تفضل تريح 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 تريح. هتلاقي الغماز بيسحب فين؟ بيسحب الخرزة وداخل على الحباس لحد ما يقف كده. وقف اهو. اشد، هتطلع على حسب اشد، ارفع الغمازة بتاعتي. انا ما شدتش خلاص. بص اهو، الحباسة ماسكة على الخيط. سامع الصوت اهو. تيجي السمكة تضرب، هتلاقي الغماز بينزل معاك. تمام. واضح اهو. طب ده لشغل النهار. لو انا شغال بالليل وعايز اركب فسفورة اعمل ايه؟ علشان اشوف الغماز، انا بالنهار شايف الغماز. الغماز الصح علشان يبقى موزون صح، المية بتبقى جاية لحد هنا. المية والغماز ده موزون على كده، المية جاية لحد هنا عشان يبقى حساس. السمكة ما تحسش بتقل، تاكل معاك بسرعة، تنقر مرة ما تحسش بحاجة، المرة التانية تبلع معاك. تمام. هشتغل هشتغل بالليل، ده بشغل النهار. هشتغل بالليل وعايز اشتغل اركب الفسفورة، اجي هنا كده من جنب غماز، واروح حاطط الايه، اروح راشق بتاعت الفسفورة، الزنادة بتاعت الفسفورة، واحط الفسفورة فوق هنا، وايه ده، واشتغل ايه جنب الغماز بالظبط. تمام بالمنظر ده وماسكة نفسها. تمام. هتثبتها على طول، يبقى تديها نقطة امير من هنا. تمام. اهي هتبقى شغال، الاضاءة هتبقى باينة فوق اهي، من اي اتجاه هتشوفها. تمام. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واتمنى اللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك، ما يبخلش عليا بالاشتراك واللايك. ولو في اي ملحوظة او تعليق او عايز اي حاجة اعمل لك لها فيديو، او بتسأل عن اي حاجة اسألني عادي في التعليقات. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.